حبايبي اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص قرب، وتعالوا بقى نشوف الفول المدمس. انا عارفه ان كلكم بتعملوه، بس تعالوا اقول لكم اسرار المطاعم في عمايل الفول. وهنعمل بقى طبق فول جبار زي المطاعم بالظبط. بس ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اول حاجه انا جبت الفول ونقعته قبلها بليله. دول كانوا حوالي 3 كوبايات فول. تمام. وجبت كمان فول مدشوش، وبرده نقعتهم قبلها بليله. تمام. ممكن في المطاعم يا بيستخدموا فول مدشوش يا اما بيستخدموا رز. تمام. انا هقولك زي ما المطاعم بتعمله، انت بقى عايزه تعمليه كده، عايزه تجربيه بتحطي له شويه عدس، عايزه تحطي له شويه حمص شام، براحتك خالص. تمام. بس جربوه بالطريقه دي، حلوه قوي بجد. انا ما بفضلش الرز، لكن بفضل الفول المدشوش. تمام. بعد ما نقعتهم بقى هبتدي اجيب الدماسه بتاعتي، واحطهم كلهم فيها، وهغمرهم بالميه، اغطيهم بالميه واحطهم على البوتاجاز على نار عالية لحد لمّا تغلي، وبعدين هاهدّي النار خالص، 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 يعني النار تبقى شامعة، وهاسيبهم بقى لحد لمّا يستوي على نار هادية. لمّا أحب أزوّد الفول مَيّة أثناء السِوَى بازوّده مَيّة مغلية، بازوّده يا جماعة مَيّة مغلية، وباحكم الغطا عليه جدًا بورق فويل أو أي حاجة. لو الغطا عندي مش محكم أوي باحكمه بورق فويل، واسيبه بقى لحد لمّا يستوي. بابُص عليه كل فترة، لو حسيت إن هو محتاج مَيّة بازوّده بمَيّة مغلية. تمام كده؟ ما ننساش التريكات دي البسيطة دي بتفرق جدًا. يبقى أول حاجة إن أنا هانقعه، بعد كده لمّا أحب أزوّده مَيّة، هازوّده مَيّة مغلية. ده الفول بقى بعد ما استوى، بُصّوا الجمال، حلو أوي، 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 أوي. هاقول لِك على حاجات كمان المطاعم بيعملوها. المطاعم علشان يدّيكِ بقى القوام بدل ما هو يبقى سائل كده شوية، بيجيبوا معلقة نشا بيدوبوها في مَيّة، تمام، عشان تدّيني القوام، تضبّط القوام ويبقى تقيل معايا وكده، زي ما إحنا بنشوفه وبنجيبه. تمام. طبعًا بيعملوا الحركة دي وهي على النار، ويقلّبوا شوية لحد لمّا يغلي تاني علشان القوام يتكاثف شوية. خلاص؟ يعني أنا هارجع أحطها على النار تاني تغلي. وكمان عشان اللون الأصفر بتاع الفول اللي بنحسه ده، بيجيبوا لون أصفر، ألوان طعام برضه، ويدوبوها في شوية مَيّة وبيحطوا اللون. أنا الفول عندي ما كانش بصراحة محتاج أي لون، كان حلو جدًا، بس أنا قُلت أورّيكم الأسرار بتاعة المطاعم. تمام كده؟ الحاجات دي ممكن ما تضيفيهاش، بس إيه، أنا قُلت أقولها لِك. تعالوا نشوف برضه التتبيلة بتاعتهم. أول حاجة، الحركة دي اختياري، إن أنتِ ممكن تحطّي يا إما فلفل مخلِّل، يا إما ليمون مخلِّل في التتبيلة، ونحط فلفل أخضر، ونحط ملح وكمون وشوية ليمون، وفي ترِكّة كمان بنحط شوية خَل. خَل، أيوه، هُم بيحطّوا خَل. تمام. وهنضربهم بقى في الكَبّة شوية. ودي التتبيلة. التتبيلة دي يا جماعة هتنفع في الفول، وهتنفع في البتنجان المخلل أو بابا غنوج، وهتنفع لو انت عايزة تخليلي طماطم. ممكن كمان لو حد حابب يضيف عليها توم يضيف، بس أنا ما بحبش. واللي حابب يعمل التتبيلة دي ويحطها في برطمان أو إزازة ويحطها في التلاجة ويستخدمها وقت الاحتياج برضو عادي. بس طبعا ما تطوليش قوي، قعديها معاكي أسبوع أو حاجة وجدديها. تمام. تتبيلة حلوة هتنفعنا في رمضان، عشان مش كل يوم تعملي تتبيلة، حطيها في ازازة وحطيها في التلاجة واستخدميها وقت الاحتياج. تمام. الفول بقى شايفين بقى بعد ما تماسك بقى وبقى جميل جدا، هنحط عليه بقى التتبيلة. التتبيلة دي هتقربه جدا من الطعم بتاع بره. وحطيت كمان طحينة. الطحينة لما مش بحطها على طول من البرطمان كده، لا، بخففها بشوية مية وبعدين بحطها على الفول عشان يبقى أبيض وحلو. وبابتدي بقى أهرسه يا إما بالشوكة، يا إما بالهاند بلندر، يا إما لو عندِك حتى خلاط أو كبة برضه اعمليه فيه، بيبقى حلو وcreamy أوي. طعمه بجد وريحته تحفة. إحنا طبعًا عارفين إن أسعار الحاجة غليت، فنعمل كل حاجة بإيدينا في البيت هتطلع تحفة أوي. وإن شاء الله برضه الفترة الجاية أنا هاعمل لِك الفلافل المصري والسوري، برضه هاوريكِ إزاي تحفظيها في الفريزر وقت الاحتياج وتستخدميها بطريقة حلوة أوي. تابعوني الفترة الجاية إن شاء الله هانزّل لكم فيديوهات حلوة أوي. بعد بقى ما غرفته في طبق بقى، هاعمل تجويف كده في قلب الفول، وانزل عليه بقى بالطحينة كمان، عشان بقى كده تدّي شكل جمالي بالشكل ده.
أحلى بقى طبق فول ممكن تاكليه من إيديكِ. جربوا الطريقة دي. الطريقة دي مختلفة شوية، فيها تريكات مختلفة شوية عن بقية الطرق، بس جربوها حلوة قوي. وحطي بقى من الزيت اللي انت عايزاه، زيت زيتون، زيت ذرة، اي نوع زيت انت بتستخدميه ممكن تحطيه عليه. تمام. احفظوا الوصفة عشان نستخدمها في رمضان، وان شاء الله برضو انا هعتمد الطريقة دي واعمل بيها الفول بتاع رمضان. ربنا يحيينا ان شاء الله، ويبلغنا رمضان على خير. وكل سنة وانتم طيبين. ما ننساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وسيبوا لنا تعليقات حلوة وقولوا لنا تحبوا نقدم ايه الفترة الجاية. سلام.